في قلب الصحراء القاحلة، حيث الرمال تمتد بلا نهاية، هناك صوت غريب يهمس في الليل. الصوت ليس صوت الرياح ولا صدى الحيوانات، إنه أصوات أشخاص يصرخون يطلبون النجدة، لكن لا أحد هناك. أحمد شاب في 30 من عمره يسمع هذه الأصوات كل ليلة منذ أسبوع. قرر أن يسجلها بهاتفه لعل أحدا يصدق، لكن عندما استمع للتسجيل لاحقا سمع شيئا لم يكن موجودا أثناء التسجيل، صوت يهمس باسمه مباشرة: أحمد، تعال إلينا. ومن هنا تبدأ قصتنا، حيث يبدأ الغموض الحقيقي للصحراء الكويتية، الصحراء التي تبتلع كل من يجرؤ على دخولها. في صباح يوم الجمعة اجتمع أحمد مع 3 أصدقاء قدامى: فهد، سالم، وماجد. كانوا جميعا مغامرين يحبون استكشاف الأماكن النائية والتقاط الصور للصحاري المهجورة. اليوم سنذهب إلى قلب صحراء الكويت، بعيدا عن كل شيء، بعيدا عن المدن والأضواء، قال فهد بحماس. ركب ال4 سيارات الدفع الرباعي وانطلقوا عبر الطرق الرملية الضيقة مع ضحكاتهم وأحاديثهم الخفيفة. لكن شيئا غريبا بدأ من اللحظة الأولى: شعور بالوحدة والبرد، وكأن الصحراء نفسها تراقبهم. مع كل كيلومتر يقطعونه تصبح الأصوات أكثر وضوحا. حفيف الرمال يتحول إلى همسات خافتة لكنها مألوفة، كأنها أصوات أشخاص يعرفونهم. سمعت هذا؟ قال سالم وهو ينظر حوله. مستحيل، مجرد رياح، رد ماجد، لكن صوته كان متوترا. بعد 2 ساعات من القيادة توقفوا عند منطقة واسعة من الكثبان الرملية، المكان الذي يعرفه القليلون باسم الصحراء الملعونة. هنا سنتوقف، سألتقط بعض الصور، قال أحمد وهو يخرج كاميرته. فجأة اختفت الشمس خلف كثيب ضخم، والهواء أصبح بارداً بشكل غير معتاد. صوت خطوات خافتة بدأت تتكرر حولهم، لكن عندما التفتوا لم يكن هناك أحد. فهد جمد في مكانه. توقفوا، هناك شيء يتحرك بين الكثبان. نظروا جميعاً لكن لم ير أحد شيئاً، ومع ذلك الهاتف المحمول لماجد بدأ يرن بشكل عشوائي بدون استقبال أو إشارات، وعندما رد لم يسمع أي صوت سوى همسات: لماذا جئت؟ لماذا لم ترحل؟ بدأ الرعب يتسلل إلى قلوبهم. أصوات الهمس أصبحت واضحة، أصوات أشخاص يصرخون يطلبون المساعدة، وأحيانا ينطقون أسماءهم. أحمد سجل كل شيء على كاميرته، لكن لاحظ شيئا غريبا: في كل فيديو تظهر أشباح صغيرة تتحرك بسرعة بين الكثبان، لكنها تختفي عند محاولتهم التركيز عليها. سالم بدأ بالصراخ: يجب أن نعود الآن، هذا المكان ليس طبيعيا. لكن الطريق الذي أتوا منه اختفى، لم تعد هناك علامات الطرق، السيارات عالقة في الرمال، وكل شيء حولهم أصبح صامتا باستثناء الهمسات. فهد حاول تهدئتهم: ربما مجرد خيال، الصحراء تلعب بعقولنا. لكن أحمد كان يعرف الحقيقة، ليس خيالا، إنه شيء آخر، شيء يريدهم أن يبقوا هناك. قبل رحلتهم كان هناك شيخ محلي في الكويت قد حذرهم: هناك مكان في الصحراء من يدخل إليه لا يعود أبدا كما كان. تسمعون أصواتا لكنها ليست من البشر، إنهم أرواح الذين ضاعوا هناك منذ دقائق. لم يأخذ ال4 التحذير على محمل الجد حتى هذه اللحظة. بينما الشمس تغرب والظلام يبتلع الكثبان بدأت الرؤية تتغير، الرمال تتحرك وكأنها تتحرك بحرية، والهواء مليء برائحة قديمة كأنها رائحة الموت. أصوات غريبة تتكرر بشكل متقطع تقول: لقد وصلتم، الآن أنتم لنا. أحمد تراجع خطوة إلى الوراء وقلبه ينبض بشدة. هذا ليس مكان، هذا فخ، صرح، لكنه كان الأوان قد فات. الظلام أصبح دامسا، والرمال حولهم تتحرك وكأنها تتنفس. أحمد وأصدقاؤه ال4 كانوا الآن محاصرين في قلب الصحراء.
الطريق الذي جاءوا منه اختفى بالكامل، وكل صوت كان يهمس باسمهم. فجأة سمعوا ضحكة غريبة، ضحكة لم يسمعوا مثلها من قبل. كانت مختلطة بين صراخ وبكاء، وتأتي من كل مكان في آن واحد. ماجد حمل كاميرته محاولا توثيق كل شيء، لكنه شعر باليدين الباردتين تمسكان بكتفه من الخلف. من هناك؟ صرخ ماجد، لكن لا أحد أجاب، فقط همسات مستمرة تقول: أنتم لنا، لن تغادروا. سالم حاول قيادة السيارة للعودة، لكن السيارة لم تتحرك. الرمال كانت كأنها تلتهم كل حركة. فهد بدأ يبكي قائلا: لقد ضللنا، هذه الصحراء ليست طبيعية، لن نخرج أبدا. أحمد شعر بشيء يقترب منه، ظل غامض أسود كبير يتحرك بسرعة بين الكثبان. حاول الركض، لكن الأرض تحت قدميه كأنها تتماوج تمنعه من الهروب. أحمد، تعال إلينا، همس الصوت ذاته الذي سمعه منذ بداية الرحلة، لكن هذه المرة أقوى، أكثر إلحاحا، كأن الصحراء نفسها تتحدث إليه. فجأة رأوا أمامهم خيالا لرجال ونساء ضائعين، وجوههم مشوهة ومليئة بالرعب، أيديهم تمتد للنجدة، لكنهم لم يستطيعوا الاقتراب. كل من حاول لمسهم يمر عبرهم كما لو كانوا أشباحا. أحمد شعر برعب لم يعرفه من قبل. عقله بدأ يشتت، ويسمع أصوات صراخ صامتة، وأحيانا يسمع أصوات أصدقائه وهم ينادونه، لكنهم بعيدون عن نظره. فهد خاف وقال: ربما نحن ميتون بالفعل، وأنتم في عالم آخر. كلمة فهد جعلت قلب الجميع يتوقف لثوان. لم يكن هناك أحد ليكذب عليه. الحقيقة بدأت تظهر. الصحراء ليست مجرد مكان، بل فخ للأرواح. مع مرور الوقت بدأت الأصوات تقترب أكثر، وكأنها تحيط بهم من كل جانب. أحمد وهو يحمل كاميرته لمح شيئا يتحرك بسرعة بين الكثبان الرملية. شيء بشري أم روح؟ وفجأة انفتحت الرمال تحت قدمي سالم وابتلعته بالكامل. صرخاته توقفت فجأة، ولم يبقى إلا الصمت والهمس. لقد بدأنا، الآن أنتم التالون. الصدمة والخوف جعلت الجميع يقفون جامدين. فهد وبقية الأصدقاء حاولوا الهرب، لكن الرمال والظلام كانا أقوى منهم. أحمد شعر بشيء يلمس كتفه. التفت، لم يجد أحدا، لكن همسا يقول باسمه: أحمد، حان وقتك. وفي لحظة اختفى فهد وماجد بطريقة مماثلة، تاركين أحمد وحده. قلبه ينبض بسرعة، كل خطوة يخطوها تتحول إلى صدى في الصحراء. أحمد ركض بلا اتجاه يصرخ بأعلى صوته، لكن الصحراء ابتلعته أيضا. في اللحظة الأخيرة قبل أن يغمره الظلام تماما، التفت إلى كاميرته المسجلة. كل الفيديوهات التي صورها ظهرت بها وجوههم جميعا ممتدة وصارخة في الرمال، كما لو أنهم مجرد جزء من الصحراء الآن. الهمسات استمرت بعد ذلك، لكن لم يسمع أحد خارج الصحراء، وكل ما تبقى كان صمتا مطبقا وصورا فوتوغرافية لمغامرة لم يصدقها أحد. الصحراء الكويتية لا ترحم، وهي مكان يبتلع كل من يجرؤ على تحديها. أحيانا الأصوات التي تسمعها، الهمسات والظلال، ليست مجرد خيال، إنها تذكير بأن هناك أسرارا لا يجب اكتشافها. إذا كنت تفكر في زيارة الصحراء وحيدا، تذكر قصتهم، فقد ينتهي بك الأمر كأحمد وفهد وسالم وماجد، مجرد همسات بين الرمال، لا أحد يسمعك ولا أحد يعرفك. إذا أعجبك هذا الغموض والرعب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كل القصص المخيفة القادمة.